التقدير الحولي في ليلة القدر. في ليلة القدر رب العزة تبارك وتعالى يقدر ما يحدث في السنة كلها. قال الله عز وجل: حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال مجاهد: ليلة القدر هي ليلة الحكم. قال سعيد بن جبير: يؤذن بالحجاج في ليلة القدر فيكتبون باسمائهم واسماء آبائهم، يعني عن حج السنة فلان وفلان 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 وفلان، ربنا قدر لهم الحج. اللهم اكتب لنا حج بيتك، اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم، اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم. قال الحسن البصري: والله الذي لا اله غيره انها لفي رمضان وانها ليلة القدر فيها يفرق كل امر حكيم. قال ابن عباس: يكتب من الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر. الكتاب يعني لوح المحفوظ، يعني ينقل من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يكون في هذه السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الدجال يقال يحج فلان ويحج فلان. قال سعيد بن جبير: اسمع الحته دي، تبني القلب وتخطر العين. قال سعيد بن جبير رحمه الله: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق يبيع ويشتري وقد وقع اسمه في الموتى سيموت هذا العام. اللهم اختم لنا بخير أعمالنا، اللهم اختم لنا بخير أعمالنا. اللهم إنا نجعل الشهادة عندك وديعة فلقناها عند الموت. اللهم لقناها عند الموت، اللهم لقناها عند الموت. وقبل أن أنتقل إلى التقدير اليومي أقف مع حضراتكم لأذكر هذه القصة من عجائب. العجيب أنها قصة حصلت هنا في مصر. سائق تاكسي استوقف الرجل أمه المريضة ليحملها إلى المستشفى، فحملها إلى المستشفى، وبينما هم في الطريق استوقف الرجل سائق التاكسي بالوقف أجيب بعض الأشياء الأم كان يريد يجيب مناديل أو يجيب أدوية أو نحو ذلك. توقف التاكسي ونزل الرجل وظل السائق مع المرأة العجوز المريض، فنظر فإذا بالمرأة ترفض أنفاسها بالنور، فقال لها: قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله. فقالت: لا إله إلا الله، وفاضت روحها إلى الله. أول ما تيجي ولد قال: أبشر يا ربنا بك بالجنة، أبشر يا عم، لقد لقنتها الشهادة ونطقت بها فصيحة قبل الموت. قالوا: بتقول إيه؟ قالوا: أقول لا إله إلا الله. قالوا: مين اللي قالوا لا إله إلا الله؟ قالوا: ليه؟ قالوا: مش أنت عارف إن إحنا مصابة؟ قدر الله ما شاء، قدر الله ما شاء. نساء يعني يسأل، يعني النصرانية اللي طول عمرها تعبد الصليب وتشرك بالله عز وجل، تجي عند الموت تنطق بلا إله إلا الله، يقوم يجي ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. وفضل الله واسع ليس له حد سبحانه وتعالى، يدخل الجنة من شاء فضلا منه وكرم. تزعلان ليه؟ أجيب لك مثال دليل على شيء بعض الناس مش مقتنعين. طب أنا هديك مثال عشان كان في يهودي، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا اليهودي ولم يهود مرض، فذهب ليزوره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا غلام قل لا اله الا الله. فاخذ مكانه الى هذه اليهود وانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود عارفين الحقيقه، فابوه قال قاطع على القاسم، ابوه اليهودي عارف قاطع على القاسم، قال: يا غلام قل لا اله الا الله. فقال: لا اله الا الله، وفاضت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد
بس فين؟ على طريق المعاد. وعمره ما طريق المعاد، لازم يجب عمل يروح طريق المعاد عشان تقع به السيارة وتلقيت ويموت في هذا المكان الذي قدر الله له أن يموت فيه. لازم. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير من شأنه أن يجيب داعيا يعني كل يوم، أو يعطي سائلا، أو يفك عانيا، أو يشفي سقيما. كل يوم هو في شأن، يقدر كل يوم مقادير جديدة للناس. اللهم قدر لنا الخير حيث شئت. والتقدير اليومي هو تقدير المقدور على العمل وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق له أنه سيناله في هذا. قال الله عز وجل ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، نقول المرتبة الأولى علم الله السابق، المرتبة الثانية كتابة الله للأشياء وقلنا أنها 5 أشياء وذكرناها. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، يعني إذا شاء الله كان وإذا لم يشاء لم يكن. قال الطحاوي رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله له، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويقدر ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه كذلك يفعل الله ما يشاء. المرتبة الرابعة والأخيرة الإيمان بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد. نعم. المرتبة الثالثة كما ذكرنا لكم أن كل شيء يجري في الكون بتقدير الله عز وجل وبأن مشيئته تنفذ. يعني قد يخطط الإنسان وينبه والله يريد شيئا فتنفذ مشيئة الله. زي المثال اللي ضربناه، الرجل خطط لكي يقتل الضيف وأراد الله أن يقتل ولده فنفذت مشيئة من؟ مشيئة الله هي التي تنفذ. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد. يعني فلان تحرك إلى الصلاة، من الذي خلق فيه الحركة إلى الصلاة؟ الله. ولذلك نحن دائما إذا أيقنا بالإيمان بالقضاء والقدر دائما نرجع إلى الله ونتضرع إليه ونفتقر إليه أن يوفقنا للطاعة، لأنه لا يوفق العبد إلى الطاعة إلا بتوفيق من؟ توفيق الله. استدل العلماء لذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق الضحك والبكاء والحركة ونحو ذلك، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى وأنه